الصحي ديال بني شيقر اللي من خلاله تم افتتاح ديال 43 مركز صحي في المجال، سواء على المستوى الحضري او في المجال القروي. واللي خصكم تعرفوا انه اليوم بهذه الافتتاحيه هذه يعني تقريبا 60% ديال المنشات اللي هي قابله للتاهيل تم الافتتاح ديالها، وهذا رقم جد مهم واللي غيخدموا خدمات ديال القرب. وهذا هو ما يصبو اليه صاحب الجلاله الله يسرو في اطار الاصلاح ديال المنظومه الصحيه، هو تقريب الخدمات. وهذا التقريب ديال الخدمات يتجلى سواء على المستوى الحضري او المستوى القروي، اللي خصنا الناس ما يمكن ما نكلفوهمش العناء ديال التنقل. عندنا كنعرفوا ان عندنا واحد الاكراهات ديال الموارد البشريه حقيقه، ولكن بهذه الطريقه اللي حنا غاديين فيها ان شاء الله في اطار هذا الاصلاح غادي نتداركوا هذا النقص في السنوات المقبله ان شاء الله. حنا عارفين التشخيص ديال النواقص ديالنا، والاصلاح هو جاي تيجيب هذه الثمرات. يعني الحلول الجديده اللي هي تشوفوا انه كاينه واحد الحلول عصريه، كاين رقمنه، كاين معدات بيوطبيه جد متقدمه ومتطوره اللي غتخلي المريض يستافد من جميع الخدمات في المستوى في المركز الصحي القرب، وتحاول تخلي ما يمشيش للمستعجلات ديال المستشفيات. وهذا غادي ينعكس ايجابيا على المستشفيات في السنوات القادمه. والملف الطبي الرقمي انه غيخلي عنده واحد الملف لاكارت، هذيك الكارطه اللي غادي يمكن له يدلي بها بجميع المراكز اللي مشى بها، باش نعرفوا ان هذاك التاريخ ديال المرور ديالو من المنشات الصحيه. يعني ما غاديش ما نضيعوش الاطراس ديالو، ذاك الوراق اللي كيضيعوا ليه كلشي غادي يكون مسجل الحمد لله. تنظن انا جاوبت من خلال هذا، راه جاوبتك على الموارد البشريه. سيد وزير، واحد السؤال بالنسبه لهذا المركز الصحي اللي درتوه في بنيشيكر، واش غيكون شي قسم ديال الولاده؟ حنا دابا حنا الا كانت العدد ديال الساكنه غادي كيتزايد، حيت عندنا واحد المعايير. هذاك المعايير ملي كيكون من المستوى الاول والمستوى الثاني، ربما انا كنشوف تقدر من هنا السنوات القادمه انه يولي حتى 120 في السنه 120 28 يمكن نردوه للمستوى الثاني، يمكن يرجع للمستوى الثاني ان شاء الله. الايجابيه تكون هي الايجابي ان شاء الله. سي الوزير الله يخليك، واحد الخبر كيروج مؤخرا في اقليم الناظور، ما عرفناش واش صحيح ولا لا، لهذا غادي نطرح عليك هذا السؤال. هو اتجاه الحكومه لخصوصات المستشفى الحسني. ديال خزعبيلات، انا جاوبتك. صحيح الله يعاونكم. إلا عجبك الفيديو اشترك في القناة ديالنا ودير لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. جريدة أرض بلادي، جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.